هلا وشلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا شكرا تعليقاتكم السلبية. اللي تعرفوا انه اني جديد على الطبخ، والله جديد على الطبخ، فتحملوني يعني. هذا اللي دا اقدر عليه دا اسوي. اوكي، هسه جبت لكم طبخة جديدة اليوم، هي عروق بس مو عروق. شباب هنا أنا راح نجي عندي دجاج، صدر دجاج مثروم. هاي اكلة ثانية للي يمل من صدر الدجاج الشاورما. هم راح نجي ونحط نفس التتبيلة على نفس الترتيب. هاي اللي ما استغني عنها طبعا الساسون، البهارات المكسيكيه، ما اعرف موجوده بالعراق او لا، تقدرون تاخذوا لها صوره تسالون عليه. اتوقع التفاح الاخضر، التفاح الاحمر يجيبها، ما اعرف. المهم هاي ما استغني عنها لانه خرافيه، خصوصا ويا الدجاج ريحه الزفره تنتهي نهائي. وهاي مجموعه بهارات ما اعرف اذا موجوده بالعراق او لا. بصل مطحون، ثوم مطحون، وبدال هذا تستغني عنه جيب بابريكا مثلا وزن، هي تقريبا نفس الشيء، بس هي طبعا هاي ماكو مثلها، يعني طعمها خرافي. ملح شويه وشويه زيت زيتون. راح نجي نخلط هسه الخلطه مالتنا، ووراها نشوفكم. شويه لبن اذا موجوده على مود تقدر تسوي الصلصه بيه. اخواني اللي يسالني ليش ما تلبس كفوف او جلافز، ايدي انظف من الكفوف او الجلافز. دائما اتاكد من انه انا غاسلها غسله زينه قبل ما اشتغل، كلش ما استنظف بالجلافز. اخواني هسه نجيب نص بصلايه، ربع بصلايه، حسب الحاجه اللي تشوفوها. انا الكميه شفتها انه هاي كافيه عليه. راح اقطعها واضيف. اخواني هسه قطعنا البصل، راح نجي نضيفه للتتبيله مالتنا. خلي لها بصل، وانتم حسب الحاجه اذا حبيتوا تضيفون شيء ثاني، فلفل مثلا يشتغل، اللي يعجبكم. انا بالنسبه لي البصل كلش اشوفه كافي وزايد، يعني تبقى بعد انتم ترتيباتكم. شايفين من نشيل منها تحطها هنا تصير هاي اكثر من هاي، ترجع تشيل هاي اكثر تحطها هنا تصير اكثر من عندها. المهم اخوان انا سويتها وجبتين، وهاي الوجبتين اكيد هاي مو وجبه كامله راح اكلها، لا، بس هاي تتخلى بالثلاجه. انت وقت اللي تريد تقلي او تشوي طلع من الكيس كفايتك طبعا. تمام، تقدرون تثرمون انتم البصل اكثر من هيك. يعني اني لانه فيديو شويه مستعجل بالوضع، ف شوفوا.
طبعا هنا اخواني وصلنا الى نهاية التتبيل، وانتظرونا الفيديو. هاي طريقتنا، مثل كل مرة نشتغل دائما نتأكد انه الكيس مقفول حتى في سبيل ما يوصل هواء. فهسه شريد من عندكم راقبوا لي العروق مال اليوم شلون راح تصير. طبعا هاي انا متبدها قبل يومين او 3 ايام هيك شيء، عايفها بالثلاجة. فاليوم راح نجي نسويها، فانتظروني. خل افتحها واجيكم. ورا ما طلعتها من الكيس بعد ما اناف اجي اعدلها واقطعها قطع قبل ما نبلش هنا نشويها ونقليها، يعني اللي تريدون. مثل ما قلت لكم انا لا شربيني ولا بوراك، انا ترى شغلي على قدي، لا شيف ولا شيء. اكلات وتجارب انا مجربها ودا اجربها وياكم ودا اصورها، لا اكثر ولا اقل. هسه راح نخلي هنا زيت زيتون. طبعا الكميه اللي تريدوها او بخاخ اذا يعجبكم هذا خلينا نستخدم البخاخ. طبعا ما انصح احد يجرب، فكذي بجربوها كلش طيبه. انا جربتها هذيك المره صارت كلش طيبه، يعني تستفادون شيء بسيط. طبعا الاكل اللي اسويه اني كله صحي. طبعا اللي اذا تشوفوه هذا مال صدر الدجاج، هذا اللي جوا فمو حرق. وممكن تكون السالفه هني نكبره شويه يصير نص النار، نكبره شويه يصير وبعدين نشيله ونسوي هذا الباقي. طبعا شفتوا من ذب المي الهوايه هاي من ورا البصل، هو صدر اساسا يعني من صار سنين انا اسويه يذب مي هو اصلا، فعادي. بس هاي المجموعه تقريبا صارت ابلش اطلعها. بس مثل ما تشوفون كملنا. طعم خرافي مثل ما قلت لكم، ما انصحكم تجربون. المهم هاي راح اعوفها بعدين تكمل واشيلها، وانتم جربوا وانطوني رايكم شلون طلع الطعم وياكم. طبعا هاي المكعبات اللي انا سويتها لان انا ما اعرف اعدلهن، يعني ما حطيت كلش عقلي وياها. تقدرون انتم ترتبوها بطريقه اكثر عداله يعني. بس والله طعم فشي، جربوه ضروري تجربوه. لايك وسبسكرايب للقناه، خلونا ننزل شغلات بعدنا تستفادون منها. تحياتي، باي باي.